فكرة أن الله هو مصدر الشر صارت سائدة وشائعة في مجتمعاتنا اليوم. إن كل من يصيبه شر أو مكروه فالشخص الأول الملام هو الرب، وكأنه هو السبب الأول في ذلك. والكثير يرون ويفكرون أن الشر هو مشيئة الله، وهذا يجعلهم يفكرون أن الله هو سبب الشر، أو أن الشر هو جزء لا يتجزأ من الله. ماذا يقول الكتاب المقدس عن الشر؟ وما هو علاقته بالله؟ إن الكتاب المقدس يخبرنا أن الله لم يخلق الشر، وليس من مشيئته أن يكون، لكن الشر ظهر لأن الله في محبته خلق الإنسان والملائكة وهم يتمتعون بحرية الاختيار، ولم يجبرهم على الطاعة. أما إبليس الذي كان ملاك فائق الجمال والحكمة فاستغل الحرية التي أعطيت له بشكل خاطئ، وهذا ما جعل الشر يدخل في عالمنا. الكتاب المقدس يذكر في سفر حزقيال الإصحاح 28 والآية 15 عن هذا الملاك الرائع قائلا: أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. لم يكن الله السبب في ظهور الشر، بل إبليس هو السبب، لأنه انفصل عن الله. انفصالنا عن الله جعل الشر يدخل على عالمنا لما عصى آدم كلمة الرب. كل الشر الذي نراه اليوم في عالمنا هو نتيجة انفصالنا عن الخير الذي مصدره هو الله وحده. كما أن الله لا يتحمل رؤية الشر، وسفر حبقوق الإصحاح 2 الآية 13 تقول: عيناك أطهر من أن تنظر الشر. هل الله صامت أمام الشر؟ إن الكتاب المقدس يحكي ويصور بوضوح عن رفض الله للشر، ومجيء المسيح إلى الأرض هو الدليل القاطع على تدخل الله من أجل توقيف الشر الذي هزم على الصليب لما ضحى المسيح بحياته، وهو البار الخالي من الشر. الله لا يرفض فقط الشر بل هزمه، ويريدك أنت أو أنت أن تكون أو تكونين ضد الشر ومنتصرا عليه بدم المسيح.